قاعدة في أمان الله، لا بيا ولا عليا. لقيت رسالة جايالي من ايجيبت بوست، البريد المصري. خير يا بريد يا مصري. بفتح الرسالة لقيت المرور ساكعني 200 جنيه مخالفة. عادي ما فيش مشكلة يعني، وانا الشهادة لله بخالف، انا الشهادة لله بخالف، وسواقتي سواقة ميكروباصات، مع احترامي طبعا لكل سواقين الميكروباصات. بس كمواطن هيسكع 200 جنيه، يعني من حقي اشوف ال 200 جنيه دول يعني ايه المصيبه اللي انا عملتها يعني. فبدخل على الموقع ميت، ما بيقومش. تقريبا مصر كلها مسكوعه مخالفات، وكلهم داخلين في نفس ذات الوقت يشوفوا المخالفات بتاعتهم، فالموقع مات زي مواقع نتيجه الثانويه العامه كده. مفيش يومين رساله تانية من البريد المصري، قلت لا ده انتوا خدتوا عليا بقى يعني. برضو لقيت المرور ساكعني 100 جنيه مخالفه، بس المره دي 100 جنيه الحمد لله ان في حاجه بترخص في مصر يعني. لقيت المخالفه برضو، جيت ادخل علشان اشوف برضو تفاصيل المخالفه شرحه، لقيت ان المخالفه يعني الموقع ميت تماما. فقلت طيب ربنا يسهل ان شاء الله، وابقى ادفعها لما ربنا يأذن يعني، مفيش مشكله يعني، او لما اجدد الرخصه السنه اللي جايه يعني مفيش مشكله. مفيش مثلا يومين 3 كده، ولقيت واحد زميل الله يستره جالي وبيقول لي ده في ابلكيشن بتنزليه من البلاي ستور اسمه مصر الرقميه، ده بيخليكي تقدري تشوفي كل المواقع الحكوميه والخدمات الحكوميه كلها عن طريق الابلكيشن ده. قولي لي رقم الرخصه بتاعتك علشان اشوف المخالفه بتاعتك ونشوف نوعها ايه. دخل الراجل مشكورا برقم الرخصه، قال لي المخالفات بتاعتك 450 جنيه. قلت له نهار اسود ومنيل، 450 جنيه ليه؟ ما لسه امبارح كانت 300 جنيه، ايه اللي خلاها يعني اتقفزت 450؟ يعني 150 جنيه في يومين، ده انا لو بسحب فلوس نقدي بالكريدت كارد وهيحسبوا عليها غرامه وفايده مركبه مش هدفع 150 جنيه في يومين. فقال لي ما هي بتتضاعف، لو ما رحتيش دفعتي في نفس ذات الوقت بتتضاعف. رحت زي البوبي لاقرب فرع فوري من الشغل. رحت فرع فوري في وسط البلد، دفعت 470 جنيه طبعا لان فوري خدت نسبه. وبعدين بقى ايه، الفضول قتلني، قلت اعرف ال 200 وال 100 جنيه دول يعني ايه نوع المخالفه يعني. بما ان انا ما عرفتش يعني اعرف المخالفه بتاعتي قبل ما ادفع، قلت اعرفها بعد ما دفعت. ودي كانت اول مره في تاريخ البشريه مواطن يعرف المخالفه بتاعته بعد ما يدفع الفلوس يعني. المهم دخلت على كذا موقع يعني عشان اعرف ايه اللي حاصل بالظبط يعني، والمخالفات الجديده بتاعت 2023 والكلام ده كله. دخلت فعلا، خمنت طبعا من الارقام اللي شفتها يعني. خمنت ان انا المخالفه بتاعتي ال 200 جنيه دي ان انا بركن في الممنوع، وانا فعلا بركن في الممنوع. بس بركن في الممنوع ليه؟ لان مفيش مسموح. انا ما عنديش مسموح، احنا في مدينه نصر ما عندناش مسموح، مفيش اي مكان تركن فيه يعني، مفيش. الرصيفه كلها ممنوع الوقوف، ممنوع. فانا ايه، اوقات كده مثلا ابقى اخطف لي مثلا 200 300 من الاي تي ام، فاروح اراكنه صف تاني كده في الممنوع مثلا، واروح يعني اسحب الفلوس وامشي على طول كده بقى. تقريبا بيحسبوها يعني، هم ما شاء الله عندنا المرور يعني من الساعه 8 الصبح يعني نازلين ما شاء الله، بينزلوا من الساعه 8 الصبح بالونش، بعربيه الونش بتاعتهم يعني. فما مش يعني كده ميت وكده ميت يعني، ملهاش حل. والله العظيم لو مصر كلها شغاله بنفس الكفاءه بتاعه المرور لكانت مصر بقت قطعه من اوروبا، ما شاء الله عليهم يعني بجد. مش سايبين، ما بيسيبوش الهفوه ما بتعديش عليهم. ال 100 جنيه بقى، عرفت ال 100 جنيه بقى ان هي ايه، الحزام. ما انا ما بلبسش حزام الامان، ما انا ما بلبسوش، لان انا اساسا من ساعه ما اشتريت العربيه دي من 2013 يعني بنتكلم في 10 سنين، انا ما اعرفش والله حزام الامان بيتلبس ازاي. انا قعدت فتره، وكويس انكم فكرتوني عشان البسه، بما ان انا ايه يعني يبقى الفيديو يبقى ايه ليه فايده برضه. اهو الحمد لله. انا مش عارفه اصلا ده عدلته ولا ايه بالظبط. البسه دلوقتي اهو عشان ايه، مش عارفه يعني يا الحمد لله لبست حزام. بحس كده انه طابق على انفاسي كده يعني، بحس انه طابق على مراوحي وطابق على انفاسي، بس هنعمل ايه يعني. هو الغرامه بالمناسبه كمان ال 100 جنيه بتاعت حزام الامان دي ليك وللي راكب جنبك يعني. في كل الاحوال انت لابس يعني، لو انت ركبت حد جنبك ما لبسش حزام الامان وانت لابس حزام الامان هتغرم برضه. فعشان كده لو ركبت حد جنبك قدامه حاله من 3، يا تقول له يلبس حزام الامان، لو ما رضيش تلبسه له بالعافيه يا اما تنزله من العربيه، يا اما تخليه يكرمش لك ال 100 جنيه قولا واحدا يعني، لان احنا ايه العمليه مش مستحمله يعني.